السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وصحة وسلامة. يلا يا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الجميل اللي بيسعدني كده منكم، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. يلا يا حبايب قلبي، فيديو النهاردة جامد جدا وسريع. انا زي ما انتوا شايفين كده، انا كنت خارجة ولسه راجعة البيت دلوقتي اهو. فاولادي كده طلبوا مني محشي، فكنت جايبة كرومبة من امبارح كده وسلقتها وجهزتها، وهبتدي بقى كده احضر معانا كده بصلتين كبار كده بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. البصل بتاعنا كده ابيض اهو زي ما انتوا شايفين كده. يلا يا حبايبي، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتشجعوني كده وتدعموني عشان قناتي تكبر بيكم. ومعانا قرن فلفل كده، شطة حراق اخضر، فرمناهم كده في الكبة. وبعد ما فرمناهم برضو هنقطع الطماطم كده برضو وهنفرمها في الكبة اهو بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. كده قطعنا الطماطم كده، كمية الطماطم بتاعتنا هنقطعها برضو كده وهنفرمها برضو في الكبة. هنشغل كده الكبة بتاعتنا وهنفرم كمية الطماطم بتاعتنا. انا كده كنت في مشوار وجاية متأخر، فولادي حجموا عليا ان انا لازم اعمل لهم محشي دلوقتي. وانا كنت جايبة فراخ وانا جاية، وكان عندي بقى كرومبة جايبها من امبارح كده، فسلقتها بسرعة كده وقطعتها. وهعمل بقى التسبيكة بتاعة المحشي كده بقى، وهنلف المحشي بقى وهنعمل جنبه بقى كده الفراخ زي ما انتوا شايفينها اهو. وكده يا حبايب قلبي الطماطم بتاعتنا كده اتعصرت. معانا زي ما انتوا شايفين كده، معانا صينية حطينا على النار ونزلنا فيها معلقتين كده سمنة بلدي ومعلقتين زيت، ونزلنا بالبصل، وبعدين نزلنا بكمية الطماطم بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. ده التسبيكة بتاعتنا بقى هتستبك بقى شوية. هنسيب التسبيكة تستبك معانا بالشكل ده كده. التسبيكة بقت معانا، ومعانا كده فرختين غسلينهم جدا ونقعينهم، وحطينا برضو عليهم كده بصلاية مفرومة بالشكل ده كده اهو. فرمناها ناعم وحطيناها. ومعانا كده معلقتين صغيرين من الفلفل الاسمر. لو وصلتوا لغاية كده يا حبايبي، ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت اللي بيساعدني منكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وبالطريقة دي كده بقى، بعد ما حطينا البصلة المبشورة بتاعتنا وحطينا عليها الفلفل الاسمر، هندعك بقى الفراخ بتاعتنا كده دعكة حلوة من جوه ومن بره، عشان البصل والفلفل يوصل لها من كل مكان كده، ويبقى ريحتها حلو وتفرق طعمها في الشوربة وتبقى جميلة. وكده يا حبايب قلبي معانا التسبيكة بتستبك اهي زي ما انتوا شايفين بقى كده. ايه التسبيكة بتستبك كده على النار. حطينا بقى 4 معالق 5 كده 6 فصوص كده قرنفل. ومعانا كده حلة على النار، نزلنا بالبهارات بتاعتنا اللي هي ورق لورا ومستكة وكده وحبهان وقرنفل ومعلقة زيت صغيرة. وطبعا احنا عملنا التسبيكة بتاعتنا ني في ني عشان احنا ما بنسبكش. انا ما بحبش اسبك للمحشي البصلة تكون كده، ما بسبكهاش قوي، انا بعملها ني في ني اهو. ولادي قاعدين يقولوا لي يا ماما اتأخرتي، فبقول لهم لا، انا هخلص في ثانية واحدة. ونزلنا كده بكمية الفراخ. شفتوا اللهم بارك الفراخ بتاعتنا مغسولة وجميلة جدا ازاي. وطريقتي كده في الفراخ جميلة، جربوها يا رب تعجبكم.
وكده بقى كنت خلصت بقى التسبيكة بقى كانت اتسبكت، وغسلت الرز برضو وحطيته عليها. وكده بخرط معاكم الشبت بالشكل ده كده اهو. كده كنت قاعدة بخرط الشبت، وكنت كده بتكلم مع اولادي برضو، كانوا جم من المدرسة وعايزين يتغدوا اهو. وكده بعد ما خرطت الشبت بتاعنا، معانا بقى الكوسة كده غسلينها، ومعانا فلفل كده مقورينه وغسلينه، وده المحشي. وده يا حبايب قلبي المحشي كده بعد ما استوى اهو بالشكل ده كده. اللهم بارك، شفتوا المحشي جميل ازاي. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم، وكان كده خفيف وسهل. اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، مع السلامة، باي باي.